حكاية فيلمنا النهاردة عن شاب بيحاول يبني حياته بعد اختفاء والده اللي سابه منتحر لحد ما بيكتشف طريقة تقدر ترجعه بالزمن. فهل هيقدر يغير الماضي للأحسن ولا هيندم ويتمنى لو كل حاجة فضلت زي ما هي؟ اسأل نفسك السؤال ده وتعالى نعرف إجابته من خلال أحداث فيلمنا النهاردة. بيبدأ فيلمنا مع شخص بيوقف عربيته في نص الطريق على كوبري وبيطلع منها سكينة وواضح عليها إنها أداة جريمة، وبيتخلص من السكينة في النهر وبيطلع كتب من العربية وبيرميها على الأرض بشكل عشوائي كأنه مسرح جريمة، وفي النهاية بيرمي نفسه في النهر. ولما بنرجع بالزمن بنشوف شاب اسمه روفا وهو قاعد في شغله في المسرح، وبيكون بيفكر لحد ما بيقطع تفكيره واحد من المساعدين اللي بينادوا عليه علشان يتأكد إن كل حاجة مظبوطة. وبعدها بيروح يتأكد إن سوبانا بطلة العرض وحبيبته في نفس الوقت جهزت، وبيروح علشان يساعدها وبيجيله اتصال فبيخرج يرد عليه وبيكون من مخرج برنامج تلفزيوني، وبيعرض على روفا انه يشتغل معاه بشكل دايم، ولكن روفا بيعتذر له لانه مرتبط بالدراسة حاليا ومش هيقدر يشتغل دوام كامل. ولما بيبدأ العرض بيدخل روفا يجمع الادوات بتاعته وفجأة بيظهر جنبه شخص اول مرة يشوفه بينادي عليه باسمه، ولما روفا بيستغرب هو مين بيسأله عن شوديا والدته، ولما بيسأله الشخص ده هو يعرف والدته منين فبيجاوب عليه الشخص ده انه اكتر واحد هيساعده، وبيقوله يعرف والدته ان جوزها ما ماتش، وبيقوله ان رجله بتنزف وبيسيبه وبيمشي. ولما بيحاول روفا يروح وراه بيجيله واحد من المساعدين وبياخده بسرعة للمدير. وبعد العرض بيحكي روفا اللي حصل لسوبانا فبتحاول تقلل من توتره وبتقوله اكيد حد بيعمل فيه مقلب زي ما بيحصل معاهم كلهم، ولكنه بيفضل قلقان. وبيجي سوتيا شريكها في البطولة وبيطلب منها تقابل أهله، وبيكون روفا متضايق من تصرفاته، ولكن سوبانا بتقوله إنها مجرد مقابلة مش رسمية. وبيرجعوا البيت مع بعض وبيقول لها روفا إنه قلقان بسبب امتحاناته ولأنه مش لاقي شغل مناسب على عكسها اللي عندها أرض ملكها وعندها وظيفة ثابتة غير المسرح. وبعد شوية بيتصل بيه صديقه مليكة وبيقوله إنه كلم شخص اسمه رافي عنه وبيعرفه إنه محتاج شخص يكتب له مقالات، وبيطلب منه يروح يقابله في مكتبه تاني يوم. فبيشكره روفا وبيطلب من سوبانا تسلفه 2000 روبية لحد ما يشتغل، فبتديله التليفون يبعت لنفسه 1000 بس، وبتقوله إنها تبعت له الباقي تاني يوم. ولما بياخد روفا التليفون بيلاقي ساتيا بعت لها رسايل وبيقول لها انه بكره هيجيب لها ملابس العرض علشان تختار منهم، فبيتجاهل الرسالة وبيبعت الفلوس وبيشكر سوبانا. وتاني يوم بيروح روفا المقابلة ولكن الأجر بيكون قليل لأنها شركة جديدة، وبتقول له سوبانا يوافق علشان يكون عنده دخل ثابت وإنه بعد كده هيقدر يشتغل بشكل مستقل وياخد مشاريع كبيرة بنفسه، وبتطلب منه يروح لها الساعة 4. وبيروح روفا يشتري كتب ولكن سعرهم بيكون عالي جدا فبياخد واحد بس، وفجأة بيلاقي نفس الشخص اللي ظهر له في المسرح بيبص عليه ولكنه بيختفي قبل ما بيلحق يتكلم معاه. فبيروح روفا ياكل مع أصحابه وبيحكي لهم عن الشخص اللي ظهر له وبيكون مستغرب إزاي يعرف والده اللي سابهم واختفى، وبنعرف إن والده اختفى من لما كان عمره 5 سنين، فبيهزر مع أصحابه علشان ينسى الموضوع. ولما بيخلصوا أكل بيروح عند سوبانا اللي بتفضل تتدرب كتير، وهناك بيشوف روفا نفس الشخص تاني واقف بيبص عليه وهو جنبه، ولكنه بيختفي على طول. وبتجيله مكالمة من الشركة وبتعجبهم مقالاته وبيوافقوا يشتغل معاهم. وبعدين بيدخل عليهم شخص اسمه جلوبال وبيكون مؤلف روايات ولكن محدش يعرف عنه حاجة غير انه طول الوقت بيمشي في الشوارع لوحده وبينام في اي مكان وبيدي كتبه للناس ببلاش. ولما بتعرف سوبانا ان روفا اتقبل في شغله بتقوله انه محتاج يشتري لبس جديد. ولما بيرجعوا للبيت بيكلم روفا والدته وبيطمن عليها وبتكون مبسوطة لما بتعرف انه اتقبل في شغل، وبتطلب منه ينزل اجازة ولكنه بيقول لها انه هيكون بيشتغل ومش هيقدر ينزل. وفجأة بيشوف واحد شبهه بيبص عليه ولكنه بيختفي على طول. وتاني يوم بيلاقي الشخص اللي بيراقبه تحت البيت فبينزل وراه بسرعة ولكنه بيختفي برضه، فبيروح لمليكة وبيخرجوا مع بعض وبيقوله انه هيشتري اكل وبيسيبه واقف لوحده. وفجأة بيظهر نفس الشخص فبيمشي روفا وراه وبيوقفه وبيسأله هو يعرف هو مين، فبيقوله انه هيعرف كل حاجة في الوقت المناسب. وبيرن تليفون روفا وبيكون مليكة وبيسأله هو فين، ولما بيخلص مكالمته بيلاقي الشخص اختفى تاني. ولما بيحكي اللي حصل لمليكة بينصحه يبلغ الشرطة، وبتتصل عليه سوبانا وبتقوله إنها عايزة تقابله لأنها عاملاله مفاجأة.
ولما بيخلص بيعرض عليه مليكة يحتفل بالعيد عنده في بيته، فبيوافق وبيروح يشرب عصير. وهناك بيشوف نفسه وهو مع سوبانا، وبيكون هيتجنن بسبب الحاجات اللي بيشوفها وبيكون مش عارف هي ايه. وبيروح ينام في المسرح، وهناك بيفضل يشوف أحلام غريبة، فبيصحى وبيرجع للبيت وبيتصل بوالدته تاني. وهو بيكلمها بيشوف نفسه تاني وسوبانا بتوصله للبيت، فبينزل بسرعة ولكنه ما بيلاقيش أي حاجة. ولما بيرجع البيت بينام وبيصحى وبيلاقي المية غرقت المكان، فبيحاول ينضفه وبينشف التليفون. ولما بيفتح التليفون بيلاقي صور وفيديوهات كتير ليه مع سوبانا مش هو اللي مصورها، وبيلاقيها بعتله رسالة بتتكلم معاه كأنهم كانوا مع بعض امبارح. فبيتصل بيها وبيقول لها إنه لازم يتكلم معاها. ولما بتروح له البيت بيحكي لها كل حاجة، ولكنها ما بتكونش مصدقة كلامه، وبتقول له إنها متأكدة إنهم كانوا مع بعض امبارح. فبينهار روفا لأن محدش مصدقه. ولما بنرجع بالزمن لسنة 1996 بنشوف الشخص اللي بيظهر له وهو لسه شاب، وبنعرف إن اسمه أريفو. وبيكون عطلان على الطريق ومش لاقي أي مواصلة، فبيطلب من سواق كاتب مشهور اسمه شرطي ياخده معاهم في العربية، فبيوافق. ولما بيعرف شرطي إنه مهتم بالتأليف والكتب وإنه جاي من قرية بعيدة بياخده معاه ندواته. وبيقول جلوبال لشرطي إن مراته عازماه على الغدا، ولكن جلوبال بيقول له إنه مرتبط بميعاد تاني وبيعتذر له، وبيطلب منه ياخد أريفو بداله. وفعلا بيعمل كده وبيتغدى معاهم. ولما بيشوف أخته ديفاكي بيعجب بيها وبيقضوا وقت اليوم كله مع بعض. وبيعرف إن جلوبال هو كمان بيحب الحاجات التاريخية وإنه دايما بيشتري بمرتبه حاجات قديمة. وبيقول له جلوبال إنه يعرف واحد قريبهم مهتم بتجميع القطع التاريخية ولازم يشوفوه قبل ما يمشي، ولأن الدنيا بتمطر بيعرضوا على أريفو يبات معاهم. وفي الوقت الحالي بيقول واحد من أصدقاء روفا ليه عن شركة تانية محتاجين شخص لمدة شهرين مقابل 40,000 روبية. وبيكون روفا قلقان، ولكن سوبانا بتقول له يجرب وإنه لو اشتغل الشغل ده هيكسب فلوس كويسة وهيقدر يركز في امتحاناته ودراسته من غير أي قلق. وفي سنة 1996 بنشوف ديفاكي وهي بتتكلم مع أريفو، وبتقول له إن هي كمان بتحب الكتب والروايات، وبتقول له إنها نفسها تمثل في الأفلام والمسرحيات، ولكن أخوها بيخليها تركز على الدراسة. وبيقول لها إنه عايش في مكان اسمه ميسورو، وبيعرض عليها لو زاروا المكان ده يقعدوا في بيته. وفي الوقت الحالي بيكون روفا بيستعد علشان يروح للشركة وبياخد عربية مليكة، وقبل ما يمشي بتروح له سوبانا وبتديله قميص هدية. ولما بنرجع بالزمن 1996 بنشوف ديفاكا وأريفو وهم مع بعض في عربية جلوبال وماشيين من نفس الطريق. وفي الوقت الحالي بيفضل روفا يسوق لحد ما بيتفاجئ بشخص قدامه وبيكون هيخبطه. ولما الشخص ده بيبصله بيكون هو نفسه، فبينزل من العربية ولكن ما بيكونش فيه حد، فبيركب تاني وبيحاول يشغل العربية، ولكنه بيلاقي الشخص ده جنبه وبيمسك ايديه وبيقوله انه ما بيتوهمش، وبيطلب منه ما يروحش الشركة اللي رايحها دي لانه كمين ليه. ولما بيسأله روفا هو مين بيختفي، وبيروح روفا للعنوان وبيكون هو نفس العنوان اللي راحوا أريفو مع ديفاكي علشان يقابلوا طلبة وبيتفرجوا على القطع التاريخية. ولما البايع بيعرف ان أريفو من ميسورو بيكون رد فعله مش طبيعي. ولما بيدخل روفا للبيت بيلاقي ريفو هناك وبيسأله روفا هو مين، فبيقول له ان اسمه أريفو، وبيفتح شنطة قدامه وبيقول له انه بيعمل تجربة وانه دعاه هنا علشان مفيش حد هيقدر يكمل التجربة دي غيره، وبيقول له انه شخص مميز جدا. ولما بيكون روفا هيمشي بيقول له انه هيدفع له فلوس الشغل، فبيقعد روفا وبيكمل أريفي كلامه وبيقول له انه عنده قدرة انه يفضل 3 دقايق كاملة من غير ما يرمش، وبيقول له ان جهازه بيرجع الانسان للماضي وطول ما عينيه ما بترمش بيفضل فيه، ولانه مش بيقدر يتحكم في عينيه لفترة طويلة محتاج مساعدته. ولكن روفا ما بيوافقش وبيكون هيمشي، ولكن أريفو بيقول له ان كده هيقدر يشوف والده، وبيعرفه انه كان شخص قريب منه وانه هيخليه يشوفه ويسأله بنفسه هو سابه ليه. وفي سنة 1996 بنفهم كاليا اتأثر ليه لما عرف ان أريفو من ميسورو، لان بنته اختفت هناك من 5 سنين ومن وقتها ما يعرفش عنها حاجة، وبيكون كل السنين دي بيجمع القطع التاريخية علشان يلاقي حاجة تساعده. وفي الوقت الحالي بياخد روفا صورته وهو صغير من أريفو وبيخرج لانه لازم يرجع للعربية، وبيفضل يشوف والده ووالدته قدامه، وبيتصل على والدته وبيسألها عن باباه، فبتقول له انه اختفى فجأة، وقبلها قال لها انه بيشتغل على فيلم وثائقي ومن بعدها اختفى. فبيقرر روفا يرجع لأريفي ويعمل التجربة، وأول مرة بيشوف روفا عيلته فعلا وهم صغيرين، ولكنه ما بيقدرش يتحكم في نفسه وبيرمش بسرعة.
فبيقول له أريفي إنه لازم يركز وما يرمش قدام حد علشان ما يعملش مشكلة في الوقت الحاضر. فبيعتذر له روفا وبيطلب منه يجيب له مية. وفي الوقت ده بياخد الأدوات بتاعت أريفو وبيحطها في شنطته، ولما بيقعد لوحده بيجرب وبيفضل يحاول تاني، وبيرجع لسنة 2001 وهناك بيشوف والده وهو بيودعهم لآخر مرة، وبعدها بيروح للجسر اللي لقوا عليه عربية والده، وبيفضل يرجع بالزمن ويحاول يكتشف هو راح فين. وبينجح فعلا وبيشوفه وهو بيرمي نفسه من على الجسر، ولكنه بيتعب جدا وبيفقد وعيه، وبيقع السائل اللي بيحطه في عينيه على الأرض وبيتكسر. ولما بيعرف أريفي بيزعقله لأنه المفروض ما يسافرش أكتر من 3 مرات وإلا هيفقد عينيه. ولكن روفا بيزعقله لأنه كذب وقال له إن والده عايش وهو شافه وهو بينتحر بنفسه. ولكن أريفو بيقوله إنه هيعرف كل حاجة بالترتيب، وإنه لازم يعرف والده كان فين قبل انتحاره. وبيعرفه إنه قدامه محاولة واحدة بس يساعد فيها والده، وبيديله سائل عين جديد وبيقوله كل القواعد. وبيعرفه إن ما ينفعش حد يعرف إنه بيسافر، وإن من الساعة 3 للساعة 4 ما ينفعش يسافر فيهم وما يقدرش يغير حاجة في الوقت ده. وبيرجع روفا يقابل سوبانا ولكنه بيكون متغير معاها، ولما بتطلب منه يحضر العرض بتاعها بيقول لها إنه هيكون في الشغل. وتاني يوم بيرجع روفا بالزمن تاني مع أريفو، وبيحاول أريفو يعرف البنت ماليه اختفت فين. وروفا بيحاول إنه ينقذ والده وبينزل يطلعه من النهر، ولكن الساعة بتيجي 3 وبيرجع للحاضر وما بيقدرش ينقذه. وفي الماضي بنشوف أريفو وهو بيقول لديفاكي إنه قرر يرجع لميسورو لأنه لازم يكمل الحاجات اللي سابها وراه، ولكن ديفاكي بتقوله إنها بتحبه. وفي الوقت الحالي بيطلب أصدقاء روفا منه إنه ياخد جلوبال معاه البيت يوم واحد بس، فبيوافق وبياخده معاه، ولكن جلوبال بينام برا البيت. وتاني يوم بيحاول روفا يصحيه ولكنه بيلاقيه ميت. وبيعرف من زمايله في المسرح إنه كاتب قصة عن شخص بيسافر عبر الزمن اسمه أريفو، وبيطلب من واحد منهم إنه يبعت له القصة دي. وفي الماضي بنشوف ديفاكي وأريفو وهما بيتجوزوا وبيكونوا مبسوطين مع بعض جدا. وبنعرف إن أبو روفا كان عنده مشكلة في الإنجاب وده كان مضايقه جدا. وفي يوم شاف حاجة غريبة قدامه وظهرت شنطة وسائل العيون على عربيته. وفي الوقت ده بيكون أريفو مش موجود في البيت وديفاكي قلقانة عليه، ولكن جلوبال بيقول لها إنه سافر لميسورو علشان حاجة ضرورية. وبعدها بيحاول يفهم الشنطة دي بتاعت إيه أو بتشتغل إزاي، ولكنه ما بيقدرش يوصل لحاجة. وفي الوقت الحالي بيتصل روفا على والدته وبيطلب منها تعرفه الحقيقة وليه خبت عنه إن ديفاكي عمته، وبيسألها عن أريفو. فبتقوله هي بتعيط إن ديفاكي وأريفو هم أهله وإنها ربته وخبت عليها علشان ما يزعلش. وبتحكيله بعد سفر أريفو لميسوري ومرجعش، وديفاكي فضلت حزينة عليه وكانت عايشة على أمل إنه هيرجع وهيربي ابنهم معاها. وفضل جلوبال حاسس بالذنب وإنه السبب في تدمير حياتها لأن هو اللي عرفها عليه وشجعها تتجوزه على الرغم من إنه شخص غريب. وفي يوم ولادتها كان فيه عواصف كتيرة وجلوبال ما كانش في البيت، وديفاكي تعبت جدا وماتت قبل ما هو يتولد. فبيرجع روفا بالزمن قبل وفاة جلوبال وبيقوله إنه لقى أريفو وبيديله الصورة، ولكن جلوبال ما بيستحملش وبيموت. فبيروح لأريفي تاني ولكنه ما بيلاقيهوش، فبيقرر ينهي كل ده من البداية. وبيفضل يعمل محاولات كتيرة لحد ما بيشوف نفسه وهو بيقتل أريفو. ولما بيرجع للمسرح بيشوف ساتا وهو بيصور سوبانا على تليفونه، فبيتخانق معاه وبيضربه، ولكن سوبانا بتزعقله وبتقوله إنه ما كانش يعمل كده، وبيكذب ساتيا وبيقول إنه ما صورهاش وإنه كان بيقرأ السيناريو. وبتتخانق سوبانا معاه لأنه شخص سلبي. وبيظهر أريفو تاني لروفا وبيطلب منه روفا يبعد عنه، وبيقوله إنه عارف إن هو والده، ولكن أريفو بيقوله إن هو مش والده ولكن هو نفسه من المستقبل. وبيحكيله إن شوديا هتموت بعد 6 شهور، وإن سوبانا هتنفصل عنه وإنه هيشتغل كويس ولكنه هيكون وحيد. وفي سنة 2023 هيسافر وهيقابل شخص اسمه أريبندو وهياخد منه الشنطة والنقط اللي بترجعه بالزمن، وبيكون معاه خاتم هو اللي بيثبت وجوده في الزمن اللي بيتنقل ليه، لكن لو اتكسر أو ضاع بيختفي. وإنه أخد الخاتم ده وسافر وتعرف على ديفاكي، ولكن الخاتم ضاع منه وهو بيحاول ينقذ ريفاسي. وبعدها ما كانش قدامه غير سنة واحدة بس، وعلشان كده رجع للحاضر تاني وقابل أريبندو، ولكنه ما قدرش يساعده وما قدرش يرجع قبل وفاة ديفاكي تاني. ولكنه قابل جلوبال وأصر عليه يخليه يشوف ديفاكي لأنه ما كانش يعرف إنها ماتت. وبيحاول جلوبال يبعده عنه ويفهمه إنها ماتت، وفي النهاية بيطعنه بسكينة ولكنه ما ماتش. وما بيصدقش روفا اللي سمعه، وبيقول له أريفو إنه مش هيقدر يغير الماضي ولكنه يقدر يغير مستقبله.
وإنه علشان كده لازم هو يموت، وبيطلع مسدس علشان يقتله، ولكن روفا بيطلب منه يديله فرصة يوم واحد بس يودع سوبانا ووالدته. وبيتصل روفا بوالدته وهو بيعيط وبيكون نفسها تشوفه، ولكنه ما بيقدرش يسافر. وتاني يوم بيروح يقابل سوبانا وبيفضلوا طول اليوم مع بعض، وبيتمنى انه لو ما كانش عارف كل ده وفضل زي ما هو. وفي نهاية اليوم بتديله سوبانا خاتم هدية وبتقوله ان الخاتم ده انقذ والدتها من الانتحار، فبياخده وبيرجع لقريبه وبيحاول يقتله وبيقوله انه دمر حياته وانه هو مغلطش، وبيقوله لو في حد المفروض يموت هيكون هو، وبيضربه بالرصاص من غير وعي. وبيفضل بعدها مش مصدق اللي عمله، وفي النهاية بينتحر وبيختفي من الوجود. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا النهاردة، وبيعلمنا ان في حاجات لو عرفتها هتدمر حياتك والافضل انها تفضل مستخبية. ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس، وسيب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا ايه الافلام اللي حابب اننا نلخصها لك.